هو احنا بناكل ايه؟ يا مساء المانجا على كل المانجوس. حلقه مختلفه جدا وممكن تكون غريبه بالنسبه لك شويه، لان الحلقه دي انا قررت ان انا اتكلم فيها بشكل عفوي ارتجالي، مفيش مونتاج. الحلقه في الغالب هتكون وان تيك، مفيش جرافيكس كتير او مفيش جرافيكس اصلا في الفيديو، لان انا بصراحه حابب افضفض في حاجات كتير جوايا بقالها فتره وحابب افضفض لك بيها، وحابب ان انا اقول لك احنا ليه بنعمل الفيديوهات اللي ظهرت في الفتره الاخيره بتاعت المكونات، وليه بدانا ناخد الاتجاه ده، والاتجاه ده اصلا هيودينا على فين، او احنا بدانا نركز فيه ليه. فعايزك يا مانجوكس ركز معايا كويس قوي في الفيديو ده، واكيد لو لسه ما عملتش سبسكرايب فمن فضلك اعمل ده دلوقتي علشان يوصلك الفيديوهات الجديده اول ما تنزل، وعلشان الفيديوهات اللي جايه هتكون فيديوهات مختلفه جدا، هتكون فيديوهات فيها معلومات ممكن تكون اول مره تسمعها، فانصحك بالسبسكرايب. وعايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من اللايكات، مش هقول رقم بس انا يعني عايزين بقى نضرب اكبر عدد من اللايكات. عايز لايكات ما ظهرتش في اي فيديو قبل كده على القناه. طيب خلينا في البدايه نرجع للرحله من اولها. هو اصلا مانجوجو بدا ازاي وبدا ليه؟ يعني هو كان عايز يعمل ايه اصلا في الاول؟ إيه اللي جابنا هنا؟ احنا وصلنا للنقطه دي اصلا ازاي؟ احنا بدانا الرحله مع بعض من تقريبا 4 سنين. مانجوجو كان طالع بيجرب منتجات بشكل عفوي جدا. قرر ان هو يشتري حاجه من السوبر ماركت ويطلع يجربها قدام الكاميرا ويقول رايه بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحه. ومنتهى الوضوح ومنتهى الصراحه دول يعني خلوا الفيديو يفايرل بشكل انا ما كنتش متوقعه ساعتها. اللي هو ايه يا معلم، انا كنت يعني قلت بقى الفيديو هينزل بنتكلم يعني في 500 فيو، يعني يوم ما هيتنطط بقى واحد لسه مبتدئ 1000 فيو. لقيت الفيديو فايرل وعدى ال 100,000 فيو من اول فيديو نزل. فحسيت ان انتوا حابين حاجه معينه في اللي بيحصل. قعدت ادور اسيرش اشوف ايه اللي جوه الفيديو عاجبكم. بصراحة في الأول ما عرفتش، فبدأت أعمل فيديو تاني. لقيت نفس بفضل ربنا سبحانه وتعالى نفس الأداء ونفس الحب اللي كان من ناحيتكم ساعتها. فقلت لا، المنطقة دي فيها حاجة مختلفة، يعني المنطقة دي فيها حاجة أنا حاببها وأنتوا حابينها، فده ظاهر على الشاشة. فبالتالي الفيديوهات ما شاء الله بتعمل أرقام قوية، وبدأ يحصل انتشارية وفيراليتي ضخمة جدا حلوة من جوه. طيب إحنا على مدار الرحلة اللي فاتت دي عملنا تقريبا من 1400 ل 1500 فيديو. ال 1400 أو 1500 فيديو دول يحتووا على 5000 او اكتر من المنتجات المختلفه. طيب 5000 منتج ده رقم ضخم جدا. يعني احنا جربنا حاجات كتير قوي قوي قوي، وعرفنا ايه منها اللي حلو وايه منها اللي وحش، وايه اللي هنشتريه وايه اللي لا ده مش هنشتريه خلاص، ده مش حاجه كويسه، وايه اللي سعره عالي وايه اللي سعره منطقي. بس ال 5000 منتج اللي احنا جربناهم دول جربناهم من زاويه واحده بس، هي زاويه الطعم. وبالتالي على مر الرحله دي بقى عندنا داتا. عارف الشركات لما تقول لك انا عندي داتا؟ انا بقى عندنا داتا ضخمه جدا لعدد كبير جدا جدا من المنتجات. بدانا في السنه مثلا الثالثه بدات ابص على حته المكونات، بس ايه، بكسوف كده. يعني كنت مكسوف وانا ببص عليها. قبل كده ما كانش الموضوع ده اصلا شاغل بالي. انا بجيب المنتج نجربه ندوقه هوب ودي يلا حلو وحش استكى فاستكى والموضوع بينتهي على كده. لكن لما بدات ابص على المكونات بدا الموضوع يعني ياخدني في حته تانية. حسيت ان انا عندي شغف في المنطقه دي، انا حابب ان انا اشوف حته المكونات. بدات ان انا يعني الاقي ان في حاجات انا مش فاهمها. طب الحاجات اللي انا مش فاهمها دي المفروض اكلها ولا ما اكلهاش؟ طب الحاجات دي مضره ولا مفيده؟ طب الحاجات دي اصلا مصرح بيها ولا مش مصرح بيها؟ كميه افكار ظهرت جوه الجمجمه خلتني ابدا ادور واعمل سيرش وابدا بقى ايه، اغوص جوه موضوع المكونات ده بشكل اكبر بكتير. بس ده لوحده مش كفايه. يعني انا لو انا بدور وببحث مش كفايه عشان اقدر انقل لك الفكره دي. هتقول لي ليه يا منجوجو؟ هقول لك علشان انا اقدر انقل لك الفكره او اقدر انقل لك المعلومه لازم تتنقل بشكل انت تحبه. لو انا طلعت الموضوع ده نقلته بشكل علمي بحت احتمال انت ما تحبوش يا منجوكس. انت برضو مش عايز حد يقعد ينظر عليك بقى ونقعد بقى نقول لك اصل المكون الاي 135 نمبر از مش هتيجي معايا في السكه دي. ما انا عارفك، يعني انا معاشرك بقى 4 سنين يا منجوكس، فانا عارف ان دي مش سكتك. فالموضوع بقى لنا سنه او سنه ونص عمالين نفكر في طرق ازاي نعرض المعلومه بشكل لذيذ عشان الشكل ده انت تحبه. طيب نرجع بقى لحته المكونات. بعد ما جربنا ال 5000 منتج وبعد ما عرفنا ايه اللي جواهم وبعد ما عرفنا ايه الحلو وايه اللي وحش، ايه الخطوه الجايه؟ انا اقول لك يا منجوكس ايه الخطوه الجايه باذن الله تعالى، طبعا بدون مقاطعه. بص يا سيدي، احنا زي ما قلنا احنا كنا مركزين في خط المنتجات بس ما دخلناش في حته الفود، بعيدا طبعا عن الوصمه الاخيره اللي كانت موجوده في حته الفود بلوجرز، وناس كتير ما كانتش عاجبها بعض الفيديوهات وناس كانت بتنتقد وناس مع وناس ضد. احنا من قبل كده بكتير احنا
اصلا بنلعب في ملعب مختلف. يعني منجوجو ماسك حته مختلفه ومركز فيها، حته منتجات السوبر ماركت او حته المنتجات بشكل عام، ومركزين الحته دي. بنعمل مطاعم او كنا بنعمل مطاعم بس حلقات قليله جدا جدا، لان انا كنت شايف نفسي في حته تاني. يعني انا شايف نفسي في الحته بتاعت المنتجات والسناكس وحته السوبر ماركت دي اكتر من ان احنا نروح مطاعم. على فكره ده اثر في البدايه، يعني كان بيأثر عليا شويه بالسلب. ليه؟ لان الاتجاه الناس كلها ماشيه في حته، وانا بحاول اخترق حته معينه بشكل محدد لوحدي ومركز فيها. ما كنتش ببقى حابب ان انا اخد ترندات معينه ليها علاقه بالاكل، رغم ان انا لو عملت فيديو عن الترند ده الفيديو هيفايرل جدا لاماكن معينه. يعني اماكن معينه انت لو عملت عليها اي فيديو باي شكل من الاشكال انت هتفايرل. واحنا عارفين طبعا في يعني مكان مش مطعم، هو حد بيعمل حلويات مشهور جدا، انت لو جربت اي حاجه من عنده الفيديو ده في الغالب هيفايرل. انا كنت لا، يعني في بعض الاوقات لا، انا مش عايز اروح مع الاتجاه ده علشان انا عايز اركز في حته معينه ومش عايز امشي ورا الترند او حته ان انا افايرل وخلاص. لا، احنا عايزين نبني مع بعض. مش عايز اقول جمهور عشان احس ان كلمه جمهور دي كلمه مش في مكانها بالنسبه لي. انا حاسس ان انا عندي على يوتيوب تحديدا، لو انا بتكلم على يوتيوب، انا عندي اكتر من 820 الف اخ واخت على قناه احمد مانجو الاساسيه، وعندي اكتر من 95 الف اخ واخت على القناه بتاعه الفيديوهات الطويله. فانا مش شايف ان انا بتعامل مع جمهور ومش شايف الموضوع رسمي. انا شايف ان انا بطلع عن تجربتي بشكل انا حابه، وبشكل شايف ان هو ده الشكل اللي انا راضي بيه او اللي انا حابب اطلع بيه قدامكم يعني. طيب حلو يا منجوجو، نرجعني للمكونات يا منجوجو، ما تسحبنيش في طريق واحنا بنتكلم عن حته مهمه. المكونات، هتعمل ايه في موضوع المكونات؟ المكونات دي بقى حدوته كبيره قوي 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 قوي. انت لو مسكت اي منتج بتاكله، من اقل منتج اللي هو مثلا هنقول كيس سناكس، منتج مثلا عباره عن فرخه بتجيبها مجمده من احد السلاسل او من احد الشركات اللي بتعمل ده، هتلاقي في الظهر موجود مكونات هذا المنتج. ولما بتيجي تركز في المكونات دي بتلاقي لوغاريتمات او خوارزميات انت مش قادر تفهمها، حروف اي كتيره، اسماء لمواد كيميائيه غير مفهومه، بعض المواد الحافظه اللي انت مش عارف اصلا ان هي مواد حافظه. الموضوع بتحس ان انت تايه. فطبعا بتقلب بتبص، السلام عليكم، انا مش فارق معايا يا باشا، انا باكل كيس البطاطس ده او كيس السناكس ده، ومش فارق معايا الحدوته دي خالص. فانا لما بصيت لقيت ان في بعض المكونات تمام ما فيهاش مشاكل. لما قعدت اعمل ريسيرش بقى قشطه ونقدر ناكلها وما فيش حاجه خالص، عادي الدنيا تمام. في مكونات تانية عليها جدل، ما اقدرش اقول لك انها ممنوعه. ليه؟ لان ما دام المنتج ده نزل في السوبر ماركت او ما دام نزل السوق يبقى ده متوافق عليه من الجهات الرقابيه المعتمده، فبالتالي ما اقدرش اقول ان المكونات دي غير مصرح بيها. مصرح بيها تمام ما فيهاش مشكله، لكن ممكن يكون عليها جدل. الاستخدام الزياده فيها ممكن يسبب مشاكل معينه، ممكن يكون في بعض المواد غير مناسبه لبعض الناس اللي عندهم حساسيه مثلا من حاجات معينه. هو طبعا بيبقى ملزم ان هو يكتب ده على ظهر المنتج ان المنتج يحتوي على كذا، واللي عنده حساسيه من الكذا ده ما ياكلش المنتج ده. طبعا كده كده ايه الف ب موجود. لكن في برضه بعض الايه، يعني خلينا نسميها تريكات. منجوجو خليه ايه يتكلم باللفظ الشياكه شويه. في بعض التريكات التسويقيه من بعض الشركات، هو بيبقى كاتب جمله حته كده ايه نكشه، يقوم كاتب لك مثلا ناتشرال تشوكلت، ولما تيجي تقلب تبص على المكونات تلاقي ان لا، المكونات مش ماشيه تماما مع كلمه بريميوم او كلمه فاخر اللي انت كاتبها، مش ماشيه تماما مع كلمه ناتشرال او طبيعي اللي انت كاتبها. انت اللي كاتب مش انا. فبالتالي لما بتبص على المكونات، لا يا باشا انت في حته، يعني خليني اقولها بقى ايه، اصل كلمه تركه دي مش هتوصل لك المعلومه، في تضليل تسويقي. هو يعني حاجه ما تتمسكش عليه، ما يتحاسبش على الكلمه دي. هو المكونات مكتوبه بمنتهى الوضوح وانا كاتب كلمه ناتشرال. من وجهه نظري بقى في المكونات دي انا شايفها ناتشرال، لكن هو لا، هو مش طبيعي خالص. يعني ما اقدرش اقول عليه منتج طبيعي 100%. لا هو مش فاخر ولا بتاع، صباح الفل، ده منتج سوري في اللفظ، منتج في الفيستك منه، وهو كاتب ان هو بريميوم فيستك منه دي، لان هو مكوناته مقارنه بمنتجات تانية اضعف. هو في منتج تاني مثلا بيعمل نفس الحاجه دي، لو احنا بنتكلم على شوكولاته فهو بيعمل ببدائل زبده الكاكاو، يعني زيت نباتي وسكر تركيبه كيميائيه عشان يديك في الاخر حاجه شبه الشوكولاته اللي كان طعمها مش شوكولاته وملهاش اي علاقه بالشوكولاته. وفي منتج تاني بيعمل نفس الحاجه لكن مستخدم زبده كاكاو طبيعيه، مستخدم كتله الكاكاو، مستخدم الحاجات اللي من ريحه ثمره الكاكاو من الاخر.
لكن المنتج ده عباره عن تركيبه كيميائيه بحته، ده رخيص وده غالي، ده فما ينفعش بقى اللي هو اللي الناحيه دي ده اللي هو بالبدايل وبكل الكيميائيات اللي محطوطه دي، ما ينفعش يكتب لي بريميوم شوكليت، ما ينفعش يكتب لي ناتشورال شوكليت. لو لقينا حاجه زي كده هقول لك لا خلي بالك يا منجوكس، المنتج ده مش كده، مش زي ما هو كاتب. واحد يجي يقول لي منجوجو بس انا حاسس ان الاتجاه اللي انت يعني موديني فيه ده بقى انت هتبدا بقى تنظر عليا، انت هتقفلني من الحاجات اللي انا باكلها بقى، وهتبدا ان انت تقول لي خلي بالك ده وحش وده حلو. انا هرجع اقول لك، يعني انا هقول لك حاجتين، احنا اولا مش في المدينه الفاضله، كلنا بنعك، يعني كلنا عملنا دايت قبل كده وكلنا بنعك وكلنا بناخد يومين فري بدل يوم فري اللي الدكتور قايل لنا عليه. احنا في الاخر خالص يعني بشر، تمام؟ احنا يعني مش ماشيين على الخط طول الوقت، لكن الهدف من اللي احنا هنعمله ده ان انت تبقى عارف، يعني ما ينفعش ان انت تبقى باين اللايف ستايل بتاعك او الحياه بتاعتك على منتج بتاكله كل يوم، والمنتج ده فيه ماده معينه الاستخدام الكتير فيها ممكن يسبب لك مشاكل على المدى الطويل. فمنجوج مش جاي يقول لك ما تاكلوش، كل يا معلم واتبسط وروق على نفسك، لكن هيقول لك ان خلي بالك في هنا فلاج، ما تاكلش ده كل يوم، تقدر تاكله بس على فترات مش ورا بعضها. وفي منتج تاني هقول لك لا خلي بالك يا منجوكس، انت اصلا المنتج ده في الغالب مش هينفع ان انت تقرب منه غير كل سنه مره. ليه؟ او انا هتكلم عن نفسي بقى ساعتها، انا هبقى بتكلم من وجهه نظر انا الشخصيه، علشان قدام شويه انا هقول لك ليه انا بقول الجمله دي. فانا هقول لك ان خلي بالك لا المنتج ده تكير منه، مش افضل حاجه فيه ماده معينه، الماده دي في بعض الدراسات بتحذر منها، فاستخدامك للمنتج ده بشكل حتى لو مره في الاسبوع لا ممكن يكون فيه مشاكل. ومنتج تاني هقول لك يا باشا جو اهيد، معاك الجرين لايت، اتكل على الله وكل منه زي ما انت عايز. ليه؟ لان المنتج ده مكوناته طبيعيه 100%، مفيش اي مواد كيميائيه ومفيش اي اضافات صناعيه، منتج عسل تمام. وده اللي بيطلق عليه بقى في عالم الصناعه او في الحته بتاعه المكونات او الحته الصناعيه بيطلق عليه كلين ليبل. كلين ليبل ده هو عباره عن منتج مكوناته واضحه، مكوناته مفهومه، مفهوش اضافات مخفيه، وهقول لك قدام ايه موضوع الاضافات المخفيه دي. فبالتالي لو لقينا منتج بينطبق عليه المواصفات دي هقول لك ودي يا منجوجو براحتك، انت تمام، انت في الحته الجميله جدا. والنقطه الثانيه اللي انا كنت عايز اقول لك عليها بقى ان احنا هنحكم على المنتجات من اللي الشركات كاتباه، انا هحكم على اللي الشركه كاتباه في المكونات، واللي الجهات الرقابيه او الجهات اللي بتراقب او الجهات اللي موجوده مسؤوله عن ده قالت ان تمام المكونات دي مظبوطه. فانت كاتب حاجه، انا هحكم على الحاجه اللي انت كاتبها. انت كاتب لي مثلا ان في ماده اي 140 مثلا، فانا هقوم داخل عامل سيرش اشوف الاي 140 دي عباره عن ايه، اقول لك تمام خلي بالك ابحاث بتقول او في اراء مع او في اراء ضد حوالين الماده دي. يبقى مين اللي كان كاتب؟ الشركه. المعلومات جايبها منين؟ من الريسيرشز، مش انا اللي مخترعها. طيب المنتجات بقى هتكون متقسمه ازاي؟ يعني هنقدر ازاي نفصل بين المنتجات اللي تمام والمنتجات اللي مش تمام؟ احنا المنتجات المفروض ان هي تكون متقسمه زي ما انا قلت من شويه، منتجات 100% تمام ما فيهاش حاجه، منتجات عليها نوش او فيها اختلافات في الاراء، ومنتجات ثالثه واضحه وصريحه ان المنتجات دي فيها ريد فلاجز او فيها حاجات ممكن تسبب مشاكل. فبالتالي مع الوقت بقى هيبقى عندنا مكتبه ضخمه جدا من المنتجات، نقدر لما نيجي نشتري من السوبر ماركت المنتجات دي يبقى عندنا راي واضح، والراي ده بيقول مثلا ان منجوجو بيرشح دي وليه. منجوجو بيقول لك خلي بالك لا ان انت الحاجات دي مش المفروض تاكلها بشكل منتظم، يا اما الحاجه الثالثه ان منجوجو بيقول لك لا دي مش اختياره خالص، والحاجه دي هو مش هيشتريها لان فيها 1 2 3. تمام؟ مع الوقت احنا هنبدا نوصل للحته دي، فيبقى الموضوع سهل عليك وانت نازل تشتري من السوبر ماركت، عارف الاختيارات. انت نازل مثلا تشتري حلاوه، فانت عارف ان الحلاوه دي تمام، الحلاوه دي فيها كومنت، الحلاوه دي لا فيها ريد فلاج مش هشتريها. خلاص بقى عندك نوليدج او عندك الفكره اللي تقدر من خلالها تشتري المنتج ده او الحاجه اللي انت عايز تشتريها من السوبر ماركت. نيجي بقى لنقطتين مهمين كنت قلت لك عليهم من شويه، هقول لك عليهم قدام منجوكس. اولا منجوجو في المرحله اللي احنا بنتكلم فيها دي او في الفيديوهات دي هو بيعمل الريسيرش ده عنك. هو الطبيعي ان انت المفروض لما تيجي تشتري اي حاجه تبص على المكونات بتاعتها وتعمل سيرش، تشوف في مكون مثلا مش تمام او الدنيا تمام، او لو ناس عندها حساسيه من حاجات معينه يبدا يشوف اذا كان المنتج ده مثلا خالي من اللاكتوز، لو هو عنده مشاكل في تحمل اللاكتوز فيبقى عارف ان هو المنتج ده فيه لاكتوز فهيضره او هيعمل له مشاكل. انا مره وانا في السوبر ماركت لقيت حد ماسك منتج وعمال يبص على المكونات، فسالته قلت له انت بتبص على ايه؟ انا عايز اعرف بقى اللي انا بفكر فيه ده فعلا الناس مهتمه بيه ولا لا. فقال لي انا بدور على حاجه او منتج ما فيهوش لاكتوز علشان بنتي عندها مشاكل في تحمل اللاكتوز. فقلت لها تمام، يعني انت لو حد قال لك او اداكي برشامه كده صغنونه وقال لك ان المنتج ده ما فيهوش لاكتوز او المنتج ده
المكونات بتاعته تمام او مش تمام، ده بالنسبه لك هيبقى مفيد؟ قالت لي جدا، لان انا باخد وقت طويل علشان اعمل سيرش عن المنتجات دي او ابدا اوصل للمنتجات اللي انا عايزاها بالظبط. فبالتالي ده بقى دور منجوجو هنا. منجوجو بيعمل الريسيرش ده عنك، بيريحك من الخطوه دي، وبيبدا هو يسيرش ويديك المعلومه، يقول لك يا باشا اهو دي المعلومه، وده اختيار منجوجو او ده ترشيح منجوجو او لا. حضرتك بقى قرارك في الاخر، قرار الشراء ده في النهايه هو قرارك انت، ده ترشيحي انا الشخصي. يعني انا بشوف الحاجه دي بعد ما قريت عنها وبعد ما شفت مصادر موثوقه بتقول عنها كلام معين، انا خدت قراري في الاخر، انا مش هشتري دي او لا انا هشتري دي. انت بقى بالتالي من جوكس بناء برضو على الحاجات دي انت اللي بتقرر اذا كنت تشتري ده او لا. احنا في الاخر بنقول ترشيح شخصي، وانت بقى بناء على الترشيح الشخصي ده خد قرارك عايز تشتري او لا. طيب احنا بقى هدفنا ايه اصلا، او هدف منجوجو ايه من الحدوته دي؟ يعني واحد مثلا من المنجوكس اللي بيتفرجوا ممكن يقول لك ايه، يقول لك منجوجو هيعمل الفيديوهات دي عشان يخوفنا. يعني انت هتعمل الفيديوهات دي بقى وهتبدا بقى تفرهضنا، ومنجوجو يطلع يقرفنا بقى ويقول لك اصل فيها وفيها وفيها وفيها. مش هدفنا في القصه دي كلها، مش هدفنا التخويف، او مش هدفنا ان انا اقرفك من الحاجه اللي انت بتاكلها نهائي. هو الهدف مش التخويف لكن التعريف. يعني هي حته كده فيها سجع شويه، انا عايز اعرفك بالمنتج. هو حرفيا ده الواقع بالظبط. احنا بنجيب منتج، منجوجو يعرفك اللي فيه، انت تاخد قرارك. انا بعيد الكلام ده للمره الثانيه ليه؟ لان مش الهدف ان انا اخوفك من المنتج ده، او مش الهدف ان انا اخوفك من اللي انت بتاكله، او مش الهدف ان انا اخليك تقعد تفكر 200 مره قبل ما تاكل الحاجه فبالتالي تقفل من الحاجه دي. لا خالص، هو هدفنا ان احنا يبقى في شويه اويرنس يا عم. منجوجو بقى، منجوجو ما تبقاش سطحي كده على طول، لازم يبقى في سنه كده ايه، سنه معلومات كده لذيذه. وده برضو اللي انا هقول لك عليه كمان شويه، لان برضو الموضوع زي ما انا كنت بتكلم معاك في اول الفيديو، احنا خدنا او انا خدت وقت طويل علشان نشوف ازاي نعرض الموضوع ده. انا بتكلم بصيغه نعرض والكلام ده، عشان انا ملاحظ ان انا عمال اقول نعرض، نشوف، نعمل. مين احنا؟ انا بتكلم عليا انا والتيم اللي بيساعدني علشان نطلع بالشكل اللي ان شاء الله يكون بيرضيك انت عن المحتوى اللي بيتقدم. فانا بقول من باب ان احنا نديهم الكريدت بتاعهم او حقهم يعني. فنرجع تاني لحته التخويف والتعريف. الهدف من الفيديوهات دي نوريك الحاجات اللي ممكن ما تكونش واضحه بالنسبه لك، مش الهدف ان احنا نرعبك او نخوفك من اي حاجه انت بتاكلها نهائي. طب معلش يا منجو، انت من شويه كده اتكلمت عن الشوكولاته وقلت مش عارف حاجه اسمها بدائل زبده الكاكاو وزبده، يعني دخلتنا في قصه كده. انت كنت عايز تقول ايه من الحته دي؟ بص يا سيدي، واحنا دلوقتي بنقيم منتجات، احنا مثلا بنتكلم ان في 100 نوع شوكولاته في السوق، في 100 نوع جبنه في السوق، فبالتالي احنا بنجيب على قد ما بنقدر. ده بقى هنبدا نجيب منتجات علشان نشوف. انت دلوقتي نازل تشتري مثلا بار شوكولاته، فالطبيعي او المكون الاساسي في اي بار شوكولاته في الكوكب هو ثمره الكاكاو بما يحتويها بقى من زبده الكاكاو، من كتله الكاكاو، من كوكو باودر او اللي هو بودره الكاكاو. فبالتالي كلمه شوكولاته عشان اقولها على اي حاجه كده، الكتله اللي انا ماسكها في ايدي دي لازم، عشان اقول عليها كده لازم يكون فيها حاجه من ريحه ثمره الكاكاو. وطبعا المفضل والاساس هو زبده الكاكاو. طيب لو انا دلوقتي جبت منتجين او 3 او 4 او 10 منتجات، لقيت منتج منهم فيه زبده كاكاو وفيه كتله كاكاو وموجود فيه نسبه سكر بس مش هي الاساس في الشوكولاته، ولقيت منتج تاني بادئ لي المكونات بكلمه بديل زبده الكاكاو. طب هو ايه اصلا بديل زبده الكاكاو ده؟ هو خلطه، يعني حاجه متصنعه عباره عن زيوت نباتيه، عباره عن شويه ميكس بقى لمكونات. طبعا العامل الاساسي او الاكبر فيها هو السكر. بديل زبده الكاكاو لو موجود في شوكولاتايه وشوكولاتايه تانية موجوده بزبده كاكاو حقيقيه، يبقى طبعا هنروح للاختيار ده. لو انا بشتري جبنه، الجبنه دي موجوده، اول حاجه موجوده هنا لبن طبيعي، واول حاجه موجوده هنا زيت نباتي، يبقى انا طبعا ده الاختيار بتاعي. دي بقى طعمها، الطعم مهم والسعر مهم عشان نبقى واضحين. لكن لو انا بقارن بين حاجتين من حيث النظافه، لان انا برضو وانا بدور لازم اكون حاطط دماغي فكره النظافه والجوده، ما الدنيا برضو مش هتبقى ماشيه كده في الايه، مش كل حاجه برضو السعر. يعني لازم نبقى مركزين شويه ان ممكن يكون حاجه كويسه وحاجه مش حلوه، والاتنين فرق السعر بينهم قريب، بس انت كمنجوكس ما تعرفش ان دي موجوده. الكويسه دي اللي فرق سعرها قريب انت ما تعرفش انها موجوده، او ما تعرفش ان هي احسن منها لفروق مثلا موجوده في المكونات بتاعتها. فدور منجوكس ان هو هيوضح لك ده، ونبدا ان احنا نقيم او نقارن بين الاتنين عشان نوصل للاختيار اللي نقدر ان احنا نشتريه واحنا مطمنين. طب منجوكس، هو انت ايه الشهادات اللي تاهلك ان انت تعمل ده؟ هو سؤال عجيب جدا بقى. السؤال ده قمه في العجب العجاب. هو هل انا او انت
محتاجين شهادة علمية او درجة علمية علشان نقرا ونعرف احنا بناكل ايه؟ يعني هل انا محتاج اكون دكتور او اخصائي تغذية عشان اقرا المكونات اللي على ظهر اي منتج؟ طيب انا لما اقرا المكونات اللي على ظهر اي منتج، هل انا هجيب تقييمها او هجيب تفاصيلها من وجهة نظر انا الشخصية؟ انا هدخل جوه بقى كده اقعد اراجع دراساتي العلمية واقول ان المادة دي فيها مشكلة او المادة دي لا؟ مع كل ده حبيب قلبي انا هجيبه من دراسات موجودة بالفعل، هجيبه من حاجات متوافق عليها او حاجات مش متوافق عليها، وهنعرض الاثنين. هنقول ان في بعض المؤسسات بتقول ان ده تمام، وفي بعض المؤسسات بتقول ان ده في نوش، او في بعض الدول بتقول ان ده في نوش، وانت في الاخر اللي تختار. فانا في الاخر خالص مش المفروض ان انا اكون دكتور، او مش المفروض ان انا اكون اخصائي علشان اعمل حاجه زي كده، ولا انت. هو اصلا الطبيعي ان المفروض في اي حته ان انت تدخل تقرا المكونات وتبقى فاهمها. هو اللي مش طبيعي انك تقرا المكونات وتحس ان في خوارزميات انت مش عارف تفهم اصلا ايه اللي موجود. تمام؟ فبالتالي هو هل انت معاك درجه علميه؟ لا، انا معيش اي درجه علميه طبيه، ولا انا محتاج ان انا يبقى معايا ده علشان نعمل ده مع بعض خالص. احنا بنقرا، بندخل، بنسيرش، بنطلع بنتيجه بناء على السيرش ده، وبالتالي مش محتاج ده. طب بقول لك يا منجوجو، هو ايه الاربعه بيلرز او الاربع اعمده الاساسيه اللي احنا على اساسها هنشوف المنتج ده منتج تمام ولا في الفيستك ناوي؟ اول حاجه خالص 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 هو المكونات الواضحه. يعني احنا بنتكلم عن منتج مكوناته واضحه. كلمه واضحه هنا معناها انه قايل كل حاجه في المنتج. بمعنى عشان ايه نبسط المواضيع شويه من جوكس، دلوقتي احنا مثلا لو لقينا منتج مكتوب عليه زيت نباتي، هل الزيت النباتي ممنوع؟ لا، مش ممنوع. هو الزيت النباتي مصرح بيه من الهيئات الصحيه جوه مصر وبره مصر. فده عشان بس ننهي الموضوع ده. في جدل عليه، في جدل عليه، ولكن هو مصرح بيه بكميات طبعا مش المفروض انه يبقى اللايف ستايل بتاعك، ولكن هو مصرح بيه عشان بس ايه نقفل النقطه دي. طب لو انا لقيت منتج كاتب لي زيت نباتي نقطه، وقف ما كملش، هنا يبقى عندي مشكله. هنا المكون ده كده في حاجه مش واضحه، في قله شفافيه في الحدوته دي. ليه؟ لانه المفروض انه يكتب زيت نباتي وبين قوسين يكتب لي زيت نخيل، زيت دوار شمس. ومعلومه تاني، هل الزيت ده مهدرج ولا غير مهدرج؟ لازم برضو يوضح لي ان هو غير مهدرج، لان هو لو مهدرج فاحنا هنا بقى في زاويه تاني خالص، لان الزيوت المهدرجه دي من الحاجات اللي عليها بقى جدل كبير جدا جدا اكتر من الزيوت النباتيه. فبالتالي المكونات لو واضحه فاحنا في منطقه تمام. لو في مكون غير واضح فنبدا كده ايه، هنقلق سنه، وهيبقى كده الموضوع مش افضل حاجه كبدايه. تمام كده؟ يبقى كده اول بيلر او اول عمود هو وضوح المكونات. العمود الثاني بقى من اهم الاعمده اللي المفروض نركز فيها، واللي الشركات، او مش عايز اقول كل الشركات، في بعض الشركات بتلعب فيها شويه، هو فكره ان الجوده المفروض تيجي قبل التوفير. حضرتك مصنع عايز تعمل منتجات، عايز تكسب، حقك. انت اكيد مش فاتح ده من باب مش جمعيه خيريه، انت فاتح عشان تكسب وتعمل ربح وتبيع كتير، حقك يا معلم. ولكن لازم الجوده تبقى جايه قبل الحته دي بقى. يعني اعمل لي جوده حلوه وبيع كتير، انت كده حبيبي واحنا مع بعضينا ما عندناش مشاكل مع بعض. لكن انت عايز تبيع كتير وده يبقى على حساب الجوده، فده مش هيبقى مش هيبقى اختيار منجوج، ومش هيبقى في الحته اللذيذه. ليه؟ لان انا في الاخر خالص من حقي ما دام انا بدفع فلوس ان انا اخد جوده كويسه. تمام؟ حضرتك ده بينطبق برضو عشان الحته دي برضو مهمه، بينطبق عشان انت ممكن واحد يجي يقول لي يا باشا بس معنا انت كده، انت لازم انا بقى كده المنتج يبقى غالي على فكره، عشان لو انت عايز جوده يبقى انا لازم اعمل المنتج غالي. هقول لك يعني اعمل منتج غالي، ده حاجه ترجع لك، انا مش جاي اقول لك غلي او رخص، دي مش قصتي. القصه اللي جاي اقولها لحضرتك واقولها لنفسي واقولها للمنجوكس اللي بيتفرجوا عليا، ان الموضوع ده ينطبق على كل الفئات السعريه. يعني لو انت بتعمل منتج بريميوم فتمام، ده طبيعي وما عندكش مفر ان انت يبقى عندك جوده في المكونات وان انت تديني مكونات بريميوم او مكونات فاخره. ما ينفعش يبقى عندك غير كده. ليه؟ لان انت بتبيع منتج غالي. فلو انت بتبيع منتج غالي وبتديني جوده قليله او بتديني مكونات مش قد كده، فهنا يبقى بدل الاكس اكسين. المنتج المتوسط فطبعا عنده بدايل بجوده افضل تمكنه من ان هو يعمل السعر المتوسط ده. المنتج اللي يعتبر في الفئات السعريه الاقل هيبقى
متخيل او متوقع ان هو يبقى فيه مكونات اقل من البريميوم او اقل جودة من البريميوم، لكن في مكونات رديئة جدا وفي مكونات متوسطة. حتى المنتج الاقل سعريا يقدر يعمل بالمكونات المتوسطة المقبولة ويطلع المنتج بالسعر ده. لكن ممكن بعض الشركات، ومش عايز اقول ان هي كتيرة، لا طبعا ممكن يكون في شركات كتير محترمة، في شركات ممكن في المنتج الاقل سعريا ده يجيب ارضى حاجة واسوأ حاجة لمجرد ان انا عايز ابيع اكتر واكسب اكتر. فالجودة، احنا طبعا الجودة هتبقى مفهومة على كل فئة سعرية. البريميوم هنبص على الجودة بشكل، الفئة المتوسطة هنبص على الجودة بشكل، الفئة الأقل سعرا هنبص على الجودة بشكل مختلف عن الاتنين اللي قبله. وده طبيعي ومنطقي، يعني ما ينفعش نحط التلاتة على نفس المسطرة، أو ما ينفعش نقيس التلاتة بنفس الطريقة عشان ما يبقاش فيه ظلم المنتج عن منتج. تمام؟ فلما نيجي نقارن بنقارن فئات سعرية مع بعضها في حتة المكونات، او بنقارن البريميوم باللي مش بريميوم، وبنشوف ايه اللي موجود هنا او في الفئه السعريه الاعلى تديله الحق ان هو يبقى فعلا سعره اغلى، عشان هو عنده مكونات او يعني ايه اضافات هو حاططها محتاج ان هو يغلي على اساسها. تمام؟ لكن الناس بقى اللي بتضرب اسعاره وخلاص وبيعتمد على فكره التسويق والبريميوم، وانا اجمد واحد في الكوكب وانا اللي بعمل منتج محدش بيعمله، ويرزع سعر خرافي وهو مكوناته مش قد كده، تيك كير عشان منجوجو هيبدا يركز معاك الفتره الجايه. الحاجه الثالثه او العمود الثالث في الاربع اعمده اللي اتكلمنا عليهم حاجه مهمه جدا. احنا المكونات الحقيقيه تاتي في المقدمه، او ريل فود فيرست. يعني ايه؟ يعني لو عشان ما نقعدش ندي امثله كتير، لو احنا بنطبق مثلا على الجبنه، فايه المنتج المنطقي والطبيعي اللي انا ممكن اعمل منه جبنه؟ اللبن. فده كده ريل فود او ريل انجريدينت او مكون حقيقي ومنطقي لصناعه هذا المنتج. تمام كده؟ طيب لو انا لقيت في منتج تاني ان هو عامله زي ما قلنا بزيت نباتي، فبالتالي ده مش ريل. فالاولويه في المنتج للمكونات الحقيقيه او المكونات الطبيعيه لصناعه هذا المنتج. في الشوكولاته طبعا زي ما قلنا زبده الكاكاو. في ايه تاني؟ مثلا لو انا بعمل كيس بطاطس مثلا سناكس، فالطبيعي يبقى فيه بطاطس. لو هو حاطط لي بقى خلطه تانية مدياني شكل البطاطس وهو مش بطاطس. لو احنا بناكل مثلا كورن فليكس، المكون الاساسي ذره، لو هو حاطط لي مثلا بدل الذره حاطط لي مش عارف دقيق الذره مع دقيق الرز لا، يبقى احنا الاولويه للمنتج اللي فيه الحاجه الحقيقيه للمنتج ده او للصناعه دي. تمام كده؟ والحاجات بقى التانية اللي فيها يعني حاجات مش حقيقيه او اضافات او هنقيمها على قدها. يعني هقول لك المنتج ده مش يعني مفهوش لبن او مفهوش زبده كاكاو، لكن هو في الفئه السعريه بتاعته يعني مش هقدر ارشحه طبعا، مش هيبقى الترشيح بتاعي، لكن هقول لك خلي بالك تيك كير، ده مش المفروض يبقى في اللايف ستايل بتاعك، او مش المفروض ان انت تاكله كل يوم. ليه؟ لان مكوناته مش مكونات حقيقيه او مكونات طبيعيه تقدر تعتمد عليها في نظامك الغذائي. العمود الرابع وهو مرتبط شويه بالعمود الاول اللي هو كان وضوح المكونات، العمود ده ليه علاقه بحته التضليل التسويقي، او يعني بس هي بصراحه لازم تتسمى كده، هو تضليل تسويقي. يعني انا كنت عايز اشوف مصطلح كده يكون سوفت شويه، بس لا، هي فعلا كده. يعني مثلا لما نلاقي منتج، وده انا شفته بعيني، منتج شوكولاته مكتوب عليه من قدام 100% طبيعي، فانا بالتالي كراجل بشتري الله اكبر، وهو كمان ده منتج بيلعب على فكره ان هو بدون سكر. فلما الاقي 100% طبيعي وبدون سكر، ودي يا منجوجو اضرب، انا عايزك بقى 3 4 بارات في اليوم، خلاص انت كده في الامان منه. تقلب المنتج من باب كده الفضول، تلاقي الشوكولاتايه اول مكون فيها بديل زبده كاكاو. معلم، انت تقصد زبده كاكاو؟ لا، بديل زبده كاكاو. يعني الشوكولاتايه ال100% طبيعي دي ما فيهاش كاكاو اصلا. طب حضرتك جبت كلمه 100% طبيعي دي منين بقى؟ يعني هل نيتك كده بس ربنا ما وفقكش انك تعمل ده؟ يعني ما انت برضو لازم تفهمني، يعني لازم يبقى الموضوع برضو ايه، منطقي وعقلاني. فلو لقينا ان في شركه بتعمل النوع ده من التسويق، لا انا مش هنعدي بقى المواضيع دي مع بعضينا. ليه؟ لان انا من حقي ان انا اشوف كلام واضح، ما تودينيش في حته وانت الحقيقه في حته تاني خالص.
تمام كده. فدول الاربع اعمده اللي احنا على اساسهم هنقيس المنتجات ونبدا نصنف بقى المنتجات، يا اما ترشيح منجوجو، يا اما نص نص، يا اما مش اختيار منجوجو او مش ترشيح منجوجو. وبالتالي هتبقى الدنيا واضحه بقى قدامك، وانت على اساس هذا تبدا تاخد قرارك يا منجوكس. طيب القصه دي بقى كلها يعني هتودينا لفين؟ يعني ايه النتيجه؟ النتيجه للي احنا بنعمله ده والبيلرز والاعمده والكلام اللذيذ ده، يعني ايه الحكمه من هذا كله؟ لو حضرتك لسه معايا في الفيديو بقى لحد دلوقتي، اولا انا بشكرك او بشكرك، واقدر اقول لك ان نتيجه ده ان انت بعد شويه هتكتشف ان انت بتاكل او بتجيب كلين فود او كلين برودكتس او منتجات نظيفه. مع الوقت بدات تبقى فاهم، حتى لو انت هتعك على فكره هتبقى فاهم ان ده منتج نظيف، ده منتج مش نظيف. هتبقى فاهم ان ده انا اقدر اكله لاولادي، ده لا، ده انا نفسي اقدر اكله، وده لا. لو ربنا يعافي الناس يا رب، حد عنده امراض مثلا معينه، يبقى عارف ان ده ينفع يتاكل، ده ما ينفعش يتاكل بالنسبه لي. فالموضوع مع الوقت هيبقى انت عندك خبره كده ايه بالوقت كده، يعني مش موضوع مش مذاكره قد ما انت كده مع الوقت هيبقى عندك خبره في المنتجات، وهيبقى عندك خبره في ايه اللي تدخله بيتك وايه اللي ما تدخلوش بيتك. فدي ان شاء الله النتيجه. طيب في سؤال تاني برضو هو بيتنطط في دماغي انا كمشاهد، يعني لو انا بتفرج على منجوجو دلوقتي هيبقى في سؤال عمال يجري جوه. السؤال ده بيقول ايه؟ منجوجو يعني انت هتعمل ده بس؟ هقول لك لا، احنا عادي مكملين في قناه احمد منجو العاديه اللي هي الفيديوهات القصيره بنفس التجارب بنفس المقارنات بنفس الحاجات اللذيذه اللي انت بتحبها. على فيسبوك بنعمل نفس الكلام، انستجرام، تيك توك، كل ده احنا تمام التمام، الدنيا ماشيه معانا وبنقدم نفس المحتوى اللي احنا بنحبه. هنبدا ندخل فيديوهات صغنونه بس كده ايه على السريع، لمحات عن حته المكونات في بعض الاوقات. القناه اللي هتكون متخصصه اكتر في الحته دي هي قناه الفيديوهات الطويله اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي دي، هيكون عليها بقى تجارب اطول، تفصيص اكتر، نبدا بقى نعيش الرحله مع بعض. هو كمان الممتع في الموضوع ان شاء الله ان احنا هنبدا نسيرش مع بعض جوه الحلقه، هنبدا ندخل نقرا المكون، ندخل ندور عليه، نشوف الناس بتقول عليه ايه، ده حلو ده مش حلو. فبالتالي الموضوع هيبقى واحده واحده، يعني الموضوع هيبقى احنا ماشيين واحده واحده مع بعضينا، وهيبقى بشكل مفصل جدا جدا على القناه دي. الحته اللي عايز اكدها برضو في النهايه ان السعر هيبقى ليه عامل طبعا، يعني احنا هندخل السعر مع المكونات عشان هيبقى يعني برضو ايه حته تقيله. لو منتج بمكونات نظيفه وسعره مقبول فاحنا كده في الحته الجميله قوي قوي قوي. والطعم طبعا هيبقى ليه برضو عامل، لان ما ينفعش يبقى منتج نظيف قوي قوي مثلا بس طعمه ما ينفعش يتاكل، يعني هيبقى برضو ايه، لازم نوضح ان الطعم هيبقى صعب قوي. فخلي بالك منتج نظيف جدا بس الطعم مش افضل حاجه، وده بقى في الاخر هيبقى قرارك انت. لكن المعادله المثاليه طبعا اذا قدرنا نوصل لده، منتج مكوناته نظيفه، طعمه حلو، سعره حلو. لو قدرنا نلاقي منتج، وان شاء الله نلاقي منتجات كتير بالشكل ده، لو قدرنا نلاقي المنتجات دي هنشاور عليها ونبروزها ونحطها بقى في حته كده عشان نبقى عارفينها ونقدر نوصل لها في اي وقت. وبس كده، دي كانت حلقه كده فيها نوع من الفضفضه، فيها نوع من الدردشه، فيها حاجات كتير قوي كان نفسي اقولها بقالي فتره، وكان نفسي اوضحها لكم، وكان نفسي ان هي تكون واضحه بالنسبه لكم. بس قلت بقى جه الوقت ان احنا نعمل ده بمنتهى التفاصيل ونوضح الدنيا كلها من كل الزوايا. فعايزين نستعد ان شاء الله بامر الله. سبسكرايب بقى اللذيذ دلوقتي اهو، يلا دلوقتي حالا عشان ما تنساش، علشان ان شاء الله يجي لك نوتيفيكيشنز او يجي لك اشعارات اول ما الفيديوهات الجديده تبدا تنزل باذن الله. هنبدا التحضير ونجهز وهنبدا نتوكل على الله. الفيديوهات هتكون معتمده اكتر برضو على فكره الارتجال، وفكره ان احنا مونتاج قليل بس معلومات واضحه تكون ان شاء الله معروضه بشكل لذيذ باذن الله يعجبكم. وبقى شير الفيديو لاي حد، انا مش عارف اقول لك لاي حد بيحب ايه، لاي حد بياكل، يعني اي حد تعرفه في حياتك بياكل شير الفيديو ده ليه، علشان ان شاء الله اكيد هيكون في معلومات او حاجات ممكن تهمه في ده في الفتره اللي جايه. وبس كده، السلام عليكم.